كل ما تشوف حد اليومين دول يقول لك انا مسافر او انا عايز اسافر. هو انت مفكر عشان بقبض باليورو تبقى عيشتي مرتاحه؟ لا، ما بتتحسبش كده يا صاحبي. النهارده هنتكلم عن الهجره الغير شرعيه، وهحطها لكم في حكايه السويسي اللي مكسر الدنيا. ما تجيب الشاي يا محمد. من غير ما اقول لكم اسمه ايه، انتوا اكيد عارفين السويسي، الشاب المصري الاصيل اللي جه من الغربيه وراح على ايطاليا، وبقى بيعمل فيديوهات على التيك توك بتعجب الناس، ويطلع مراته واختها وبنتهم معاه. بس عشان تعرف حكايه السويسي بحق وحقيقي يا ابن عمي لازم تسمع الحكايه للاخر. من 14 سنه مصطفى كان شغال على ونش، وده عشان يصرف على اخواته اللي هو الكبير بتاعهم. وبعدها طلع على كوبري الدكتور مصطفى يقعد مع اصحابه شويه. جه واحد من قرايبينه قال له جهز روحك يا مصطفى، انت رايح ايطاليا بكره. انا جائع. بوليكاتو عايز ايه انا؟ الطفل الصغير ما كانش مستوعب اللي هيتقال له، وفكر انه يهرب من اهله، وقال انا هخلع منيهم يوم السفر ومش هسافر وهفضل قاعد مع صحابي. بس مصطفى ملحقش، واتفاجئ بقريبه جاي له الفجر واخده من يده وبيقول له تعالى معايا. وراح بيه على اسكندريه عشان يتخزن هناك 3 ايام عشان يطلع بعدها على بلطيم ويركب مركب الموت. قعد مصطفى 7 ايام في البحر، المركب هتوديه وتجيبه، وشاف اللي عمره ما شافه، وكل شويه كان يبص للسماء ويقول يا رب وصلني سليم. اقلع والبس عوامه. لحد ما وصل واتحبس 15 يوم في الصليب الاحمر، وبعدها قدموا له في مدارس عشان يتعلم لغه وحرفه. وهنا بقى اعتقد ان مصطفى هو اللي علمهم في المدارس يتكلموا كيف العيال في الغربيه. ترى لك انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده. يعني ممكن تبقى قاعد في مطعم وتلاقي الويتر جاي بيقول لك مش إلك سباكيتي مع الاسكالوبين، لان الله اكبر عليه اكسنت الغربيه لسه في لسانه بقالها 14 سنه ما اتاثرتش. ومن كتر الجوع رحت اشتغلت ب 120 جنيه عند واحد مصري اشوفه مفضوح على كلبه وتكون مدكر واخداه ولفه بيه شوارع ايطاليا بحالها. كان مشغلني من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 8 9 بالليل اشيله واحطه زي الحمار. اتنين ما بعرفش اتكلم ولا عارف حاجه، بس الجوع كافر يا صاحبي. وقعد السويسي 14 سنة في إيطاليا وما زارش أهله ولا مرة. ودلجيتي تلاقيك هتسأل أيوة يعني المشكلة فين، ولا أنت عايز مننا إيه يا حاج علي؟ المشكلة يا أبو عمو إن الناس كلها عايزة تعيش قصة السويسي. وهقول لك السنة اللي فاتت 2023 إحصائيات سكاي نيوز قالت إن إيطاليا لوحدها استقبلت 60,000 مهاجر، وبين ال 1400 ل 2000 شخص حالات الغرق نتيجة طريقة الهجرة الغير شرعية، وحتى عدد الناس اللي ما هتكملش وبتفيص مننا. مش عايز أقول لك وفيات، بس هي وفيات، وده مش رقم قليل واصل. وكل ده عشان يقول لك أنا باجي هنا كل يوم عشان البت تقول لي بونجورنو واشرب لي القهوة مع قرصة قبل ما أروح الشغل. الستيك ده بيشد مش عايز يتقطع. ازاي يا فندم ده ويل دان؟ بس انا طالبه مستوي. فيديو انتشر لمصطفى اتشهر بسببه بقى ترند، بس بعد ما بقى عنده 29 سنة واسمه بقى السويسي على اسم مغني المهرجانات، وبقت الناس في الشوارع بتردد كلام السويسي، وبيقولوا لبعض ما تتحسبش كده يا صاحبي. وزي ما في ناس هتحب السويسي في ناس هتهاجمه، اللي يقول لك ده هيشجع الناس على الهجرة الغير شرعية، وده بعد ما طلع الناس وقالوا انهم نفسهم يعملوا كيف السويسي ما عمل، الا انه طلع ورد عليهم وقال لهم انا رحت مجبور، ولو رجع بيا الزمن ما كنتش هسافر وبعدت عن اهلي. وفجأة كل اللي متابعينه عايزين ياكلوا من طبق الواد الغلبان دي اللي باصص له في رزقه واللي عايز يجلده، ومفيش حد راضي باللي معاه، كله عينه على حاجة غيره. صحيح، ما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. قفل يا واد.